السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. كيف لقيت هاي الزيارة لهاي محافظة إدلب، وأش توجه رسالة لأهل هالمحافظة أخص ناس؟ والله أنا أول زيارة لي هذه المحافظة، حتى أنا سابقا كان لما زرت قبل الثورة 2006 و7 و8 كنت آتي يعني سوريا بين فترة وفترة، لكن ما تيسر لي أن أزور هذه المحافظة. لكن بحمد الله تعالى لما زرت هذه المحافظة هذه الزيارة سعدت جدا بما رأيت. يعني واحد يفرح أن من هذه المحافظة كان انطلاقة التحرير بحمد الله سبحانه وتعالى لكل محافظات سوريا. وإذا ما رأيت من أهلها ما شاء الله أهلها من أهل الدين والمحافظة، ورأيت يعني اللباس الساتر والمحافظة في كل أيضا يعني مظاهر الدين واضحة وظاهرة في كل مدينة إدلب الحمد لله سبحانه وتعالى. الأهم الثبات، عرفت أن يعني إن شاء الله يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهل إدلب على دينهم، لأن بهذا الدين الله تعالى نصرهم. وكما كانت انطلاقة شرارة الثورة ما لنا غيرك يا الله، فلما رفعوا شعار الله وطلب العون من الله أتاهم النصر. وهذه المحافظة من أكثر المحافظات يعني التزاما بالدين وإظهارا لشعائره، فالله تعالى شاء وقدر أن يكون طريق التحرير والنصر من هذه المحافظة. وسيستمر إن شاء الله تستمر هذه النعم على أهل سوريا بإذن الله ما التزموا بدينهم. فهذه أعظم رسالة لي ولكل من يستمع، أن تنصروا الله ينصركم. فنحن نحتاج إلى أن ننصر الله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سوريا ويحفظ شبابها ورجالها ونسائها وأرضها وسماعها، ويجعلها دائما منارة للعلم والخير والدعوة. آمين يا رب العالمين. نورت إدلب وبارك الله فيك. الله يسعدك ويبارك فيك.